السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده كده هنتكلم مع بعض عن حاجة بتلخبط اطفالنا لما نيجي نمليهم او يجوا في القراءة يكتبوا بيقرأوا كويس جدا، لكن نيجي نمليهم نلاقيهم بيتلخبطوا بين اصوات الثلاث حروف دول اللي هو التاء المفتوحة او التاء المربوطة والهاء. طيب حلينا المشكلة دي ان احنا بنعرف الطفل في البداية ان التاء المفتوحة دي ممكن تيجي في كل الأوضاع، يعني ممكن تيجي في أول الكلمة أو في الوسط أو في الآخر، زي كلمة تاج مثلا هنا في الأول أهي، أو كتبت هنا في التاء في الوسط، وممكن تيجي في الآخر زي كلمة بيت. أما التاء المربوطة هي لا تأتي إلا في آخر الكلمة أو في نهاية الكلمة، زي كلمة قطة أو شجرة. هنا التاء المربوطة ليها موضع واحد بس. أما الهاء فممكن إنها تأتي في أول أو وسط أو في نهاية الكلمة. تعالوا نشوف كده في الأول زي كلمة هرم. هرم هنا أو هرم جاية هنا في الأول. كلمة مهرج، مهرج هنا جاية في إيه؟ في الأول وفي الوسط. أما كلمة فواكه فهنا جاية في الآخر. إذا التاء المربوطة بس هي اللي بتيجي، بس ليها موضع واحد، ما بتجيش إلا في آخر الكلمة. أما الهاء ممكن تيجي على أكتر من موضع. طيب تعالوا نشوف كده حكاية الحرف التاء المفتوح ده. التاء المفتوحة دايما بتقرأ سواء في القطع أو في الوصل. يعني لو هي في كلمة لوحدها بس كده بنقول زي كلمة مثلا بيت، فهنقول بيت هنا التاء هنقولها تاء. أما في كلمة لما نيجي نحطها في جملة زي كلمة بيت جدي مثلا، كلمة بيت جدي هنا لما وصلناها بكلمة تانية برضو اتقالت تاء. إذا لما نقول بيت هي تاء، وصلناها في كلمة تانية بيت جدي هي برضو بتنطق تاء. أما التاء المربوطة أثناء القطع تقرأ تقرأ تاء، زي مثلا تقرأ هاء زي كلمة شجرة أو بحيرة. أما في الوصل بتقرأ تاء زي كلمة زي في الجملة كده اللي احنا شايفينها شجرة البرتقال، أو شجرة البرتقال. هنا شجرة البرتقال هنا قرأت تاء، لم تقرأ هاء. إذا ليها موضعين في القراءة وكمان في الإملاء. إذا كانت غير موصولة بكلمة أخرى هتقرأ هاء، أما إذا كانت موصولة هتقرأ تاء. طيب يبقى احنا كده التاء المفتوحة في الحالتين بتقرأ تاء، أما التاء المربوطة بتقرأ في حالة واحدة بس تاء، هي إذا كانت موصولة. غير موصولة بكلمة تانية هتقرأ هاء. طيب تعالوا نشوف الهاء. الهاء بقى بتقرأ هاء إذا كانت لوحدها في كلمة أو موصولة بكلمة تانية، زي مثلا كلمة فواكه. وكلمة فواكه لما نحطها في جملة زي فواكه لذيذة، هنا نطقها ما اتغيرش، هي هاء برضو. إذا هي ليها نطق ثابت واحد بس. طيب ازاي الطفل بقى يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة؟ تعالوا نشوف كلمتين كده. كلمة بيت إذا حذفنا التاء الأخيرة وحطينا هاء مكانها هتبقى بيه، هل ليها معنى؟ لا. فالطفل لازم يجرب حذف التاء في دماغه ويحط مكانها هاء. إذا ما نفعش يبقى دي تاء يبقى دي تاء مفتوحة، تاء أساسية. أما كلمة شجرة هنا إذا حذف التاء وحط هاء هتبقى شجرة. إذا هي تاء تاء مربوطة اللي هي شبيه الهاء. تمام؟ علشان يقدر يفرق بين الاتنين. ويا رب إن شاء الله أكون كده قدرت إن أنا أوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.